ده امين وجالي عشان عاوز يتعلم حركه الباك فليب. واول حاجه عشان تتعلم حركه الباك فليب لازم يكون الفتنس بتاعك كويس جدا، وبعد كده نبتدي بالخطوات دي. هنا ابتدينا نمشي على الخطوات عشان يبتدي يحس بالحركه بتاعه الباك فليب. ومجرد ما بيحس بيها واشوف ان هو بقى مؤهل ان هو يقدر يعمل الحركه، بنخش على الخطوه اللي بعدها. والخطوه اللي بعدها هي ان احنا بننفذ الحركه، ولكن انا ببقى معاه زي الشكل ده بالظبط. ودي حرفيا اول باك فليب يعملها في حياته، وكويس جدا ان هو قدر ينزل على رجليه. وبعد تالت باك فليب ابتدى حرفيا ان هو يعملها لوحده الى حد ما، فقللت المساعده معاه شويه هنا. ولكن كان عنده مشكله تانية، ان هو كان بيسيب رجليه بدري شويه. فابتديت هنا اوضح له ازاي يسيب رجليه، وان هو لازم يشوف الارض بعينيه الاول. وما شاء الله نفذ كلامي على طول وعملها تحفه زي ما انتم شايفين، لدرجه اللي بعدها سبته يعملها تماما لوحده. وبعدها اطمنت اكتر وبعدت نهائي وابتدى يعملها لوحده تماما. وبعد كده دخلنا على تاني مرحله وهي الاير تراك، وبرده ما شاء الله ابتدى يشتغل على الحركه لوحده الى حد ما بمساعده خفيفه جدا مني. وبكده امين يكون عمل الباك فليب في اول يوم الى حد ما. ونخش بقى على تاني سيشن، وما شاء الله البدايه هنا زي ما انتم شايفين كانت تحفه تحفه. ولكن اهم نقطه بقولها للناس كلها، عشان اول ما بتجيبها اول يوم تقول لي اروح اعملها لوحدي، اقول لهم لا، عشان هو ده اللي بيحصل. واحنا الحمد لله بنتمرن في مكان امن، بجانب ان انا بقومه واساعده واهيئه نفسيا ان هو يرجع يعمل الحركه من تاني زي ما انتم شايفين كده. وبس كده، اللي عاوز يتمرن يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك.